اول مره الحقيقه امشي ورا الاعلانات اللي هي المدفوعه المخفيه، اللي هي حد كده زي حالاتي او احسن مني كلهم يا سيدي بيعمل فيديوهات، يروح طالع يعمل ريفيو عن مطعم ومفيش ريفيو فيهم طلع وحش. الحقيقه ده برضو من الحاجات الغبيه اللي انا بعملها، ان انا حاولت صدقت حد فيهم. ورحنا محل اسمه طبالي بتاع فول وطعميه، واخدت العيال وقلت بقى يعني ايه الفيديو الصراحه كان جامد. الواحد عشان عايش في حته ما فيهاش لا فول ولا طعميه ولا كلام من ده، منظر العيش السخن وهو نازل مبخر مع الفول المدمس المطحون اللي بينزل من مش عارفه ايه سايح زي النوتيلا، الواحد كان وهو بيتفرج كده كان بيريل زي كلب مرمي في صحراء شاف ازازه بيبسي مشبره. فقلت العيال هو ده مفيش، خلاص نزلنا من الطياره بيتنا ليله وطلعنا على هناك. لا 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 لا، يعني مش هقول لك طبعا الاسعار كوميديه ازاي يعني، بس خلاص انا قلت انت رايح مكان الراجل قال عليه حلو، ما قالش غالي ولا رخيص، عادي عادي. بس لما يبقى طالب فول وطعميه وطبق الفول يبقى كاسر ال 100 جنيه، ما ينفعش تحاسبني على عيش. وبعدين ما ينفعش لو هتحاسبني على عيش ب 25 جنيه كام حته عيش قد كده، ما يجيش العيش سخن. ده المفروض كل حته عيش من دول يجي عليها باركود بتاع سحب على العربيه واكسب في كل رغيف. انت بقى اصل بقى خلاص انت السعر مش طبيعي. العيش ما يجيش سخن ازاي؟ سندوتشات الفول ما تجيش سخنه ملهلبه ازاي؟ ازاي والله العظيم؟ يعني ازاي يبقى 2 كبار انا ومراتي و2 اطفال صغيرين ندفع 680 جنيه وما اخرجش من جوه مبسوط؟ ازاي والله العظيم؟ ازاي اخد شويه فول وطعميه لان انا راجل ساذج صدقت الريفيو ان هو مكان ما حصلش، واخرج من جوه لا انا مبسوط ولا مراتي مبسوطه ولا العيال مبسوطين. ودرجه الفلكسبيليتي ان هو المرونه عندهم جوه صفر. يعني العيال طلبوا فطيره صغيره كده، قلت له الفطيره انتوا كاتبين بيجي معاها عسل اسود وجبنه حادقه، ممكن العيال لا بيحبوا لا ده ولا ده، ممكن تجيب مكانه عسل ابيض؟ لا. طب ايه الحل؟ تطلب عسل ابيض لوحده. قلت له طب العسل الاسود بالذات محدش خالص بياكله، خلاص ترميه، مفيش. ده الاوبشن. المرونه صفر. فانت بتاخد المنيو قهر زي ما هو، خلاص. السندوتشات مش هتجيلك سخنه، العيش مش هيجيلك سخن، والطعم اقل من العادي بكتير جدا. كل محلات الفول والطعميه اللي كلت فيها العاديه التبعي وجاد وكل الناس دي كلها اعلى من اللي انا اكلته ده نمره واحد. نمرة 2 بقى اقوى مكان ما زال كلت فيه في حياتي فول، الله اعلم بقى شغال ولا لا، عربيه فول في جاردن سيتي اسمها محروس، ربنا يكرمه مطرح ما هو قاعد. والله العظيم 3 احلى فول كلته في حياتي في عربيات الفول اللي كلتها في جاردن سيتي ووسط البلد والمنطقه دي كلها. ربنا يخلي الناس دي، وحياه ربنا ناس بتكسب بعرق جبينها بجد، ولا بيعمل ريفيوز ولا بيعمل خرا. وكل واحد حر على فكره، عايز يعمل ريفيو ما يعملش، ده اكل عيش، بس ما تضللش الناس. بس ما تضللش الناس، كده صح. يعني تكون على الاقل كلت في المكان، وعارفه. مش يعني مش الراجل اللي يقول لك عليه تطلع تقوله، ما ينفعش يعني. مش هينفع اطلع النهارده اعمل اعلان على شبكه محمول في مصر واقول تغطيه في كل مكان. ده ادخل النار حتف فيها. لو انا شيخ جامع وعملت اعلان زي ده ادخل النار. فالواحد لازم يكون ما تضللش الناس، لان في الاف بيتفرجوا عليك او عشرات الالاف وساعات والله مئات الالاف. ما تضللش الناس. انا الفلوس اللي دفعتها دي ذنبها في رقبتك يعني. حرام انك ضللتني وانا جاي في اجازتي يوم 10 ايام باخدهم في السنه تخليني اكل وجبه وحشه جدا بمبلغ كبير جدا عشان انت ضحكت عليا كتير جدا. ايه كل ده عشان ايه؟ خدت كام يعني؟ انت مرتاح كده او انت مرتاحه كده بعد كل اشتغالة مطعم بتعملوه؟ اصل مش ممكن يكون كل المطاعم اللي بيحكوا عليها محدش فيهم قال ان المطعم مش حلو. كل المطاعم حلوه، وانا اللي طيب واهبل والله وصدقت الراجل ده في الاول. بس يعني الحمد لله على كل حاجه، غلطه ودينا بنتعلم. يلا صباح الفل.